السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل موضوع جميل جدا للإخوة المزارعين، وهي مواعيد زراعة مشتل الفلفل. الفلفل طبعا احنا عارفين ان هو بيتزرع من البذور، بيتعمل اول مشتل. فالمشتل دلوقتي هنقول لكم على انسب ميعاد ان انت تعمله علشان يديك افضل شتلة وتقدر تزرعها في الارض المستديمة ويديك اعلى انتاج. الموضوع ده يخص برضو الدول العربية الشقيقة ويخص مصر، يعني يخص كل الدول. دلوقتي مواعيد زراعة بذور الفلفل في مشاتل معدة جيدا. هيكون في عروتين اتنين، يعني لازم تجهز المشتل كويس أو كأرض، تنعمها تحرتها وتنعمها، وبعد كده تبذر البذر في عروتين اتنين. العروة الأولى أو عروة يعني معاد، يعني معادين اتنين. العروة الأولى هتكون في شهر أغسطس وسبتمبر، يعني في خلال أغسطس وسبتمبر اللي هو شهر 8 وشهر 9. دي العروة الأولى. طيب العروة الثانية هتكون في شهر إيه؟ هتكون في شهر فبراير وشهر مارس اللي هو شهر 2 وشهر 3، علشان تبذر وتزرع المشتل بتاع الفلفل. واما تصبح بقى الشتلات صالحة للنقل، هتزرع في الأرض المستديمة. ده المشتل ده بيقعد من شهر ونص لشهرين علشان تقدر تاخد منه شتلات وتزرعها في الأرض المستديمة، يعني من حوالي 40 يوم ل 60 يوم. طيب كمية التقاوي اللي بتحتاجه عشان تزرع مثلا فدان، أو في الدول العربية في اللي بيقولوا الدونم. الدونم بياخد من 100 ل 150 جرام من البذور الجيدة، بذور الفلفل الجيدة. والبذور طبعا بتشتريها من محلات اللي هي بيع البذور الزراعية والحاجات ديت. في محلات متخصصة لبيع هذه البذور الزراعية. طب بالنسبة للفدان، الدونم حوالي يعني تقريبا ربع الفدان، او الفدان يزيد شوية. فعشان كده الفدان بيبقى بياخد كمية تقاوي او بذور فلفل بتبقى من حوالي 400 جرام ل 500 جرام، يعني نص كيلو بذور فلفل. طيب اعداد بقى، نخش اللي حب يكمل معانا يعرف ازاي بيعد الارض المستديمة للزراعة. بتعد الارض زي ما انت بتعملها بالظبط زي الطماطم. بتقسم القصبتين من 9 ل 10 خط، يعني بتعمل في القصبتين من 9 ل 10 خطوط. وما بتيجي تشتل بقى الشتلات لازم يكون في ميه، يعني تكون متواجد في الارض ميه اثناء ما انت بتشتل شتلات الفلفل. وبتحط الشتله على بعد من 30 ل 50 سنتي ما بين الشتله والشتله. دي علشان يدي فاصل كويس وتهوية ويكون نبات قوي. طب نخش على بقى تسميد الفلفل بالمرة. تسميد نباتات الفلفل هتكون بالأسمدة الكيماوية المركبة، اللي هي بتحتوي على نيتروجين وفوسفور وبوتاسيوم. الثلاثة دول بتخلطهم مع بعض وتعملهم على دفعتين. الدفعة الأولى بتكون بعد شهر من الشتل، بعد ما بتزرع الشتلة بشهر بتدي الدفعة الأولى. والدفعة الثانية بتكون بعد الأولى ب3 أسابيع. خلاص. بمعدل اللي هو 120 ل 150 كيلو جرام للدونم الواحد. وللفدان هتضرب في 4، يعني تضرب الكمية دي في 4. طيب بخصوص بقى الامراض والافات اللي هي بتصيب نبات الفلفل، عشان تكون عارفها. الامراض هي زي البياض الدقيقي وتبقع الاوراق، وتجعد والتفاف الاوراق. هذه الامراض بتعالج برش النباتات بمحلول بوردو، اسمه بوردو. بالتركيب التالي هنقول لك على تركيب البوردو ده ازاي، اللي هو كبريتات نحاس زائد جير زائد ميه بنسب 3 ل 6 ل 5. تمام، يعني انت لو هتاخد مثلا يعني 3 من كبريت النحاس، هتاخد 6 من الجير، هتاخد 5 من الميه 5 لتر. وده هيكون كل 10 ايام بين الرشه والاخرى،
يعني كل 10 ايام ترشه بهذا المحلول. الوقاية من تطهير التقاوي قبل الزراعة بالمواد المطهرة، يعني التقاوي تحطها في مواد مطهرة، برضو ده مهم جدا علشان يطلع لك شتلة كويسة. طيب الحشرات اللي هي بتصيب نبات الفلفل بتكون زي ايه؟ بيبقى عندنا حشرة المن والذبابة البيضاء، وبيتم مكافحتها بالمبيدات الحشرية اللي هي المناسبة من عند بتاع المبيدات الزراعية. وفي الدودة القاردة، بيجي له دودة قاردة برضه، وبتقاوم بالتصفير بمادة الإكروسيد. مادة الإكروسيد يعني بترشه بمادة الإكروسيد. طيب في أصناف برضه من الفلفل نحب نعرفها، اللي يحب يعرفها أصناف الفلفل الحلو. الفلفل الحلو فيه كاليفورنيا وندر، النباتات قوية ديت وثمارها بيكون لونها أخضر غامق. وفي نوع تاني بيل بوي، اسمه بيل بوي، دي اللي هو الفلفل الحلو. طب اصناف الفلفل الحار في نوع اسمه اناهيم كاليفورنيا، وهو افضل انواع اللي هو الفلفل الحار، والنباتات اللي هي بتبقى كبيرة الحجم ووافرة الانتاج، بتجيب انتاج كتير، ولون القرن احمر لما بيجي ينضج يعني. وفي اصناف تانية زي اواسيس. في نوع تاني اسمه قرن الغزال، والقرن بيكون طويل ورفيع ومجعد ولونها اخضر غامق. في نوع ثالث اسمه الفلفل الاحمر، وهو حار جدا وقرونه بتبقى صغيره. في صنف رابع اسمه جلابينو. تمام، دي كان اهم الاصناف. وفي نصيحة بقى مهمة جدا للاخوة المزارعين، لما بتيجي تروي الفلفل لازم ترويه يا اما في الصبح بدري، او في المساء. يعني ما ترويش والجو حر، لان ده بيأثر على نبات الفلفل ويعمل على تساقط الازهار والثمار. خد بالك من النقطة ديت. يبقى لما تيجي تروي نبات الفلفل يبقى الصبح بدري في الطراوة، او في فترة المساء، لكن ما ترويش في الحر عشان الزهر ما يقعش والثمار تتأثر. دي كانت اهم المعلومات عن زراعة الفلفل من المشتل بالبذور، واهم المعالجات للارض والامراض والاصناف والحاجات ديت. دي كانت معلومات كاملة. يعني اللي يحب يتابع معانا يضغط اشتراك وزر الجرس ويضغط لايك عشان يوصل له باقي الفيديوهات الزراعية المفيدة. والسلام عليكم ورحمة الله.